انا والله وبامان اتفضلي. انا عمري في حياتي ما سمعت كلمه تنمر دي في بيتنا، ولا ابني سمعها، لا من عيله باباه ولا من عيلتنا ولا مني انا شخصيا. ابني بياخد، انا مدرباه على ردود افعال للي قدامه، ان ده ضعف وده قوه. اللي حضرتك بتقوليه ده اللي انتشر البولينج والمش عارف ده بيهيفير ازاي، ان انت النهارده لما حد يقول لك حاجه فهو شايفك اكيد فيك حاجه مميزه. انا بقلب الايه في طريقه تربيتي لابني. يعني انت قصدك أيوة انك بتفهمي ابنك اللي ينتقدني، لكن اللي ينتقدني مش صح. اللي ينتقد ده يبقى متنمر. ضعيف وغيران، دي وجهه نظري. ضعيف وغيران. ما هو ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون غيران، يبقى ممكن أنا يكون أرد عليه متنمر وغير وقصده متنمر، وغير قصده متنمر. ده سلوك، هو سلوك كمان نفسي. ما هو كمان هو فعلا سلوك، بس هو اتعرض في يوم من الايام للتنمر، عشان كده بقى في يوم من الايام. والتنمر ده انا ليه جريمة. عمري في حياتي ما ابني جه مثلا من مدرسته جه قال لي مثلا يا ماما ده في ولد قال لي انت تخين، انت طويل، انت شعرك خشن، انت شعرك ناعم. عمره ما جه قال لي كده، لان هو ما سمعش الكلمه يا فندم. بمعنى ما سمعش كلمه تنمر. يعني هي عايزه تقول، لا هي عايزه تقول ان هو اي نقد بيجي له بيعرف يرد. لا مش بياخده ان هو حد تنمر بيه، لان هو ما ترباش على كلمه تنمر، هو تربى انه حد يقول له حاجه سلبيه بسمعها في عيلتي، فبالتالي بالظبط يعرف يتعامل مع الشيء السلبي وخلصنا الموضوع. اوكي. مش عارف بقى، يعني هي كأم عايز تقولك ايه، انا ما وصلتوش لاحساس انه في حاجه اسمها تنمر. تمام. فهو يبقى عنده الغضب من اللي قدامه ان حد بيتنمر بيه، هو ما عاش الاحساس ده، لان هو انا صح كده بشرح. بيعرف يعمل الديفنس بتاعه، بيعرف يدافع عن اللي حصل. لا هي بتقولك ان احنا ما عندناش حاجه اسمها تنمر، في حد ممكن ينقدني فده يبقى نقد اتعامل معاه، انا اللي بينقدني لكن ما كبرش الموضوع واسميه تنمر. انا اللي بينقدني بحس انه غيران مني، ممكن عشان ده فيا مميزات انا مربيه ابني ما على النقد ده هو تنمر. انا بقول لحضرتك انا ممكن يتم اختياري في حاجه وما يتمش اختياري في حاجه. صح. اصل انت مليانه، اصل انت تخينه، اصل انت قصيره، اصل انت طويله. ايوه ما هو في تنمر، ده فيها حبس، وبتوصل للحبس ل6 شهور. هي بتوصل للحبس ده بالنسبه وغرام 10,000 جنيه ساعات. ده غير بتسيب اثار نفسيه وجسديه على الناحيه القانونيه. احنا بنربي جيل عامل ازاي؟ انا بطلع ابني عامل ازاي؟ ما هو علشان انا طب انا ابني عمره ما جه، والله ابني عمره ما جه قال الكلمه دي. ماشي، في فرق بين ان انا اعرفه ازاي يرد وازاي يتعامل، وبين ان انا اعلمه ازاي يرد وازاي يتعامل، وبين ان انا اقول له ان دي حاجه عاديه. طب ما هو بكره برضه هيعملها. يعني هو ما سمعش حد من في اصحابه عمره ما جه قال لي الكلمه دي، والله عمره ما جه قال لي. لا طبعا موجود. يبقى هو بيسمعها منك في البيت. لا مش قصه بيسمعها مني، هم طول النهار في المدارس بيتريقوا على بعض، بيتنمروا على بعض.